السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي ان شاء الله مطبخ ام ناصر. اليوم غنحضر لكم بسيطلات صغار ديال الحوت اللي كيجيو غزالين. يعني انا دائما كنحضرهم في البيت ديالي، راه كيجيو لذاذ ما نقول لكم زعما. ونتمنى ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا الخبار. ونبداو على بركة الله. غادي نحتاجو هنايا 600 غرام ديال الكالامار اللي انا نقيته وغسلته وقطعته شرائح طويله. 100 غرام ديال الشعريه الصينيه اللي انا درت لها الماء سخون وخليتها واحد 2 دقائق صفيتها. 400 غرام ديال الكروفيت اللي قشرته وغسلته حتى هو وصفيته، والزيت والزبده وصفار ديال البيضه. الهريسه غادي نحتاجو قلب ديال الحامضه مصيره مقطع رقيق، راس ديال الثومه، السودانيه، ملحه، الكمون، الفلفل الاسود، لي شامبينيون نوار اللي انا رطبتهم بماء سخون وغنغسلهم ونسقطرهم ونقطعهم شرائح رقيقه. ها هي الساشيه ديالها. انا استعملت هنايا تقريبا ما كاملش النص ديال لي شامبينيون. قزبر معدنوس اللي انا قطعته رقيق، ها هو شفتوه. 200 غرام ديال الزيتون قطع دوائر. لي شامبينيون مرقدين، حك صغير ديال لي شامبينيون مرقدين، ها هو. انا غنكتب لكم حيت بان لي هنا ما باينش. ورقه ديال البسطيله، هنا غادي نحتاجو كيلو الا ربع ديال البسطيله، ديال الورقه د البسطيله. وغنحتاجو الزبده، غنحتاجو واحد 250 غرام ديال الزبده غير باش نبقاو نخدمو. غندير هنا معلقه ديال الزبده ومعلقه ونص ديال القزبر معدنوس. غنزيد عليهم واحد 3 دروس ديال الثومه. غادي نحتاج الكرافات اللي غنضيف معاهم هنايا. غادي نشعل المقله ديالي تسخن ونتسنى حتى تذوب الزبده. ومن بعد ما كتذوب لنا الزبده ديالنا كتبدا تذوب، غنحتاجو هنايا الملحه والكمون. غندير واحد نص معلقه ما عمراش ديال الملحه، واحد معلقه ما عمراش حتى هي ديال الكمون. هانتوما راه كلشي واضح. غادي نمزج هاد العناصر وغنضيف عليهم الكرافات. غنبقى نخلط ندمجو العناصر مزيان وتنشف لي الكرافات ديالي من الماء. ومن بعد ما كيتشحر الكرافات ديالي هنايا، من بعد ما كيتشحر غنديرو هنا في واحد الاناء. غادي ندوزو للمرحله الثانيه. غادي نحتاجو نفس المقله غنديرو فيها الزبده والملحه، نفس العمليه غنحتاجو 3 دروس الثومه، قزبر معدنوس، معلقه زبده عامره. وغنصوطيو فيها الحبار ديالنا او الكالامار. راه ما نقولكمش غير ديجا هكا كنصوتيه راه واحد الريحه روعه روعه هائله زعما ما نقولكمش. شفتوا هنا الشرائح كيفاش قطعتها، حتى هو كنبقى نشحر فيه حتى كينشف من الماء. ومن بعد غادي ندوزو المرحله اللي من بعد. هنا غادي نحتاجو عاوتاني المرحله الثالثه. غنديرو هنا الزبده، غنضيفو على لي شامبينيون مرقدين. ومن بعد كنضيف راس معلقه د الملحه ونص معلقه ديال الكمون. كنبقى نقليهم حتى كينشفوا من الماء يعني كتندمج العناصر مزيان.
والطرف اللي كان كبير كنقطعو غير بلا لوش هكا، كنضغط عليهم حيت هما رطبين. هنا كنضيفو مع العناصر اللي قبل، وهنا كنرجع كنضيف المقله ديالي هنايا لان غنصوتي فيها حاجات اخرين. هنا غندير معلقه ديال الزبده، وغندير لي شامبينيون نوار اللي رطبت قبيله وسقطرتهم، شللتهم وسقطرتهم وقطعتهم صغار، ها نتوما كتشوفوا. غنضيفهم حتى هما على الزبده، غنضيف عليهم الكمون، واحد نص معلقه ديال الكمون، شويه الملحه، ومن بعد هما كنضيفهم على العناصر اللي صوتيت قبل. هنايا غندوزو لمرحله واحده اخرى، عندي هنا الشعريه الصينيه اللي غنقطعها بالمقص بحال هكا، شويه نقطعها صغار ماشي بزاف. ها هي بحال اللي كتشوفوا كنهز وكنقطع بالمقص. غندير معلقه ديال الزبده، معلقه ما عمرش ديال الزبده، وغندير فيها ديك الشعريه الصينيه. غنضيف هنا واحد 3 دروس ديال الثومه، نص معلقه ديال الكمون. هنايا كيبقى الملح حسب الذوق ديال كل واحد، كنبقى ندخلها في نمزج العناصر مع بعضهم. وكنضيف هنا الصوجا، واحد 3 معالق كبار ديال الصودا. هنايا التدبير انا استعملت الصوجا الخفيفه ماشي الصوجا الثقيله. وهنايا كنضيف معلقه ديال القزبر معدنوس، وكندمج العناصر ديالي حتى كيندمجوا كيدخلوا في بعضياتهم. ومن بعد كنضيف الشعريه الصينيه هنايا في الاناء اللي انا كنحط فيه، كنضيف هنا مع العناصر الاخرى. وهنا كنبدا نمزج العناصر ديالي، كنجمع كلشي هنايا، كنضيف عليهم الزيتون، نص معلقه ما عمرش ديال الهريسه، وغنحتاجو هنا القلب ديال حامضه مصيره مرقد، حامض مرقد، راس معلقه السودانيه، جوج دروس ديال الثومه، راه كيعطيو واحد المذاق زوين ما نقول لكم زعما. كنبدا نمزج العناصر ديالي. وهنايا ها هي الصوجا، شفتوها كيفاش خفيفه، جوج معالق ديال الصوجا ضفتهم هنايا. شتيها كي دايره، انا نوريكم القرعه ديالها كيفاش دايره، شفتوها. كنبدا نمزج العناصر ديال الحشوه ديال البسطيله ديالي، ها هما شفتوهم، راه كتجي لذيذه ما نقولكمش، وكتذوقي الملحه، ومن بعد الا خصاتك الملحه كتضيفيها. هنا غادي نحتاجو هنا الورقه البسطيله، ورقه كبيره هذه، كنقطعها على زوج. كنعاود نقسمها هنايا على جوج، يعني ورقه البسطيله كبيره كنقسمها على 4. ها هي كنقطعها هنايا. وهنا ها هي الورقه ديالي بعد ما قطعتها وحيدت لها الحاشيه، الحواشي ديالها حيدتهم لان كيكونوا مقرمشين. ملي تنبغيو نسدو الورقه ديال البسطيله كيجيونا قاصحين، دونك كنحيدوهم. كنبدا نحل الورقه ديالي بحال هكا. انا هنايا غنبدا ندير، يعني غنحتاج لكل بسطيله جوج وريقات. هنايا استعملت المول ديال الكاب كيك،
هو اللي درت في البسيطلات ديالي اليوم، وكنبسط الورقه بحال هكا بحال اللي كتشوفوا. كندهنها بشويه ديال الزبده، شويه ما كنكثرش الزبده. كندهنها بالزيت. كندير الورقه الثانيه نفس العمليه، غندهنها بالزيت، وغندير واحد شويه الزبده، ها هي شفتوها. وغنبدا نستعمل الحشوه ديالي. غنضيف هنا الفرماج مربعات الخاص في الساندويتش، كنضيفو على التعمر اللي عمرت الاول، وغنعاود نزيد من فوق منها نزيد الحشوه باش نغطي الفرماج. ها هي بعد ما كنعمر مزيان صافي غنبدا نسد البسطيله ديالي. هنايا غنبدا نسدها بالصفر ديال البيض، غير شويه نتوما شفتوا كندير غير راس ديال الصبع ديالي كنبدا نسد باش يلصق، باش ما تحلش. هنا الحاشيات كنحيدهم، يعني هنا فين ما كان شي حاجه زايده كنقصها، شفتوها باش تجيكم هي هذيك. كنستمر على هذه العمليه حتى كنسد الورقه ديال البسطيله ديالي. هنا غادي ندوزو نوريكم واحده اخرى، وكنستمر على هذه العمليه حتى كنكمل البسيطلات ديالي نفس الطريقه. للتذكير انا هنايا عندنا الورقه ديال البسطيله، راه ماشي الزبده اللي كتعطيها القرمشه، راه الزيت اللي كتعطيها القرمشه، هي اللي كتخليها مقرمشه. هذه اسرار من اسرار نجاح البسطيله المقرمشه. الورقه ديال البسطيله كتحتاج الزيت بزاف، ماشي الزبده. الزبده كترطب الورقه. هذا هو الحاجه اللي بغيت نقول لكم في هذه الوصفه ديال اليوم. وكندخلهم الفران يطيبوا على درجه الحراره 180، وكنبقاو نراقبوهم مره مره حتى كيتحمروا لنا من الفوق ومن التحت. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما كنخرجهم من الفران، راه كيجيو مقرمشين ومحمرين. شفتوا اللوين ديالهم زوين. هنا كنقلبهم في واحد البلاطو، وهنا بعد ما كنقلبهم تلاقاو ونوريكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو. وهذا هو الشكل النهائي ديال البساطلات اللي حضرت لكم اليوم، اللي انا زوقتهم بالطريقه ديالي الخاصه. وها نتوما كتشوفوا كيفاش جاو، زعما غير جربوهم وبالصحه والراحه، والى وصفه قادمه ان شاء الله.